السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. معكم الدكتور رامي اسماعيل، ومعانا الحاج علي محمد علي. الحاج علي من البحيرة، ورئيس قسم في التربية والتعليم، وعنده 72 سنة، وكان بيدخن بقاله أكتر من 50 سنة، وعنده ضغط عالي، وكان بيشتكي من نهجان فجأة كده، لقى نفسه بينهج وضربات قلبه سريعة. اوصف لنا الأول، أنت كان شكوتك إيه؟ كان شكوتك إيه يا عم علي بالظبط؟ ما نقدرش نطلع سلمين، ومشيت شويه ما نقدرش نمشي اكتر من كده. تحس بإيه يعني؟ روحي راحت، تحس بان روحي راحت. تنهج جامد. ايه. كنت حتى ساعات بتقولي لما انام بالليل نفسي ولما بالليل ما نعرفش ننام، نقوم وننام وننام وانا قاعد. مش قادر نحط دماغي مع لو نمت المفروض يعني يجرى ايه؟ في خنقه تتخنق وتقوم تتهنى. الكلام ده اول ما اتقابلنا من حوالي مثلا شهر من الفيديو ده. شهر ونص. وساعتها كانت عضله القلب بتاعته ضعيفه حوالي 30%، والطبيعي كفاءتها تبقى 50 او 55 او 60%، فتقريبا كانت النص، وكانت متضخمه جدا. وكتير قوي من الحالات اللي بيبقى عندها ضعف في عضله القلب بنبحث ورا الشرايين مباشره، وللاسف فعلا عمل قسطره على الشرايين لو تفتكر زي ما قلت لي، وطلعت سليمه والشرايين طلعت كويسه. وكان تشخيصه ان هذا ضعف في عضله القلب نتيجه الاصابه بميكروب، او بيسموه دايليتد كارديوميوباثي. وليه ادويه معينه انك تبطئ ضربات قلبه. اول ما شفته كانت ضربات قلبه سريعه جدا، معديه ال 100 دقه في الدقيقه. نظبط الضغط، نظبط تصلب الشرايين، ندي ادويه تقوي عضله القلب، ندي ادويه تنزل الميه، كلها علاج دوائي بسيط جدا. النهارده جالي وبعد مرور شهر ونص عضله القلب قويت بشكل كبير، التضخم بتاع القلب قل بشكل كبير، اتحسن بشكل كبير. قول لي ايه فرق دلوقتي بينك في العلاج عن الاول؟ حاسس بايه دلوقتي من الاول؟ فرق شاسع. من ناحيه ان انا ناخد نفسي 100 بننام كويس، ما بيجينيش جالك زي زمان. يعني زمايلك واصحابك اللي في الجامع في البحيره في المنطقه خدتوا بالها ان انت خفيت؟ طبعا. وكلك بيباركوا لي والله، وكلك، والحمد لله ان احنا عاملين لك يعني 100 في البحيره. دعايه جامله في البحيره. رقت بعدها يعني الحمد لله. ربنا يا رب يكتب لك الشفاء. ده كان الهدف من الفيديو ده، ان مش كل حاله لضعف عضله القلب ممكن يتعالج من غير دواء. لا، الدواء بيفرق في حالات كتير منهم وبتتحسن، وبيرجع ياخد نفسه تاني، والعضله تقوى بشويه ادويه بسيطه جدا بدون اي جراحه او فتح صدر. تحياتي ليكم وتحياتي ليك يا حاج علي. ان شاء الله نستفيد من الحلقه دي. الناس خلاص في البحيره كلها هتشوفك. ربنا يكرمك. الله يبارك فيك. نشوفك على الف خير يا حبيبي. في امان الله. مع الف سلامه.